مبدئيا كده عايزه اقول لكم اننا ما ينفعش نقارن شغلنا الحلو القمر الفاخر ده بشغل المحلات خالص يا جماعه، لان حقيقي بجد المحلات مش بتعمله بالحلاوه والطعامه دي كلها. تعالوا بينا النهارده نعمل مع بعض اقوى وصفه بيتي ممكن تجربيها. بيتي فاخر جدا ودايب جدا ما شاء الله، الشكل بيتكلم عن نفسه مش محتاجه اتكلم عنه كتير. بيتي تحفه. تعالوا بينا النهارده نعمله مع بعض باسهل طريقه ان شاء الله وبالتزيين القمر الحلو ده. بس كالعاده ما تنسوش اللايك والشير لو سمحتوا. اول حاجه هنا عندنا في المكونات 750 جرام من الزبده. الزبده عندنا تكون ساقعه بس طريه بالشكل ده كده، مقطعاها مكعبات. بحط عليها كده 50 جرام من السمنه البلدي عشان تديها تيست اعلى وطعم السمنه البلدي يكون ظاهر معايا. ال 750 جرام دول او 800 جرام دول عامه بيكونوا 3 كوبايات ونص. عندي كمان 250 جرام من السكر البودره، يعني كوبايه ونص معياريه. عندي 3 من صفار البيض، وانا هنا بعمل البيتي فور ب3 من صفار البيض، عليهم بيضه كامله عشان انا بحبه دايب. تمام. وطبعا عندي هنا شويه من الفانيليا وكيلو من الدقيق. بس كده، هي دي كل المكونات. طبعا مش بنضيف عليه ولا بيكنج باودر ولا اي مواد رافعه. اول حاجه هضيف الزبده كده في بوله العجانه، لان انا هشتغل النهارده برده في العجانه. طبعا نقدر نستخدم المضرب الكهربائي وبرده ان شاء الله هتطلع معاكم نفس النتيجه. هشغل كده شويه على الزبده عشان تطرى معايا، وبعد كده هبدا انزل عليها السكر البودره، وهشغل عندي كده بس على اهدى سرعه في الاول لحد ما السكر يختلط كويس قوي مع الزبده. بعد كده هبدا ان انا اعلي السرعه على الاخر عشان الزبده عندنا تعمل معانا فوم اسرع كده ولونها يفتح وقوامها هيبقى كريمي. طبعا من وقت للتاني زي ما بقول لكم في كل فيديو بوقف المضرب او العجان، ببدا ان انا اقلب او انزل الجوانب كده وقاع البوله بتاعتي عشان الزبده كلها تختلط مع السكر كويس قوي. طبعا بعمل الخطوه دي وانا شغاله كده حوالي 3 او 4 مرات، في كل مره كده بوقف وبقلب وبرجع اشغل من تاني. كده خلاص القوام عندنا بقى كريمي زي ما انتم شايفينه كده، ولونه مايل شويه للبياض. هبدا ان انا اضيف عليه البيض دلوقتي. طبعا البيض في الاول بحط له شويه من الفانيليا عشان الزفاره. بعد كده ببدا انزل البيض عندي بيضه بيضه او صفاره صفاره بالشكل ده كده وانا مشغله لحد ما اخلص كل كميه البيض اللي عندي. نضيف البيض مره واحده، لازم نضيفه كده تدريجيا لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها. وكده خلاص بقى الخليط جاهز عندي زي ما انتم شايفين كده كريمي ولونه فاتح شويه. دلوقتي بقى كده عندي كيلو من الدقيق عندي يكون منخول. وزي ما قلت في الفيديوهات اللي فاتت انا اشتغلت بدقيق سايب اللي هو فلاور لاند، وطالع معايا بنتيجه تحفه بصراحه في كل شغل النواعم. يعني مش لازم خالص تستخدمي النوع دقيق يكون غالي او مغلف. استخدمي الدقيق دوت، لان انا بصراحه استخدمته وجربته وطلع معايا زي الفل. قلبت المكونات بس طبعا مش هعجن فيها، مجرد خلط بس كده بالمعلقه او باطراف صوابعي، وكده خلاص بقت العجينه جاهزه عندي. العجينه بتكون بتلزق شويه عشان تمشي معايا في الكيس، وهقول لكم برده لو حابين نعمله في المكنه كمان شويه هنعمل ايه. هنا بقى كده جبت كيس الحلواني بتاعه يكون قماش عشان يستحمل معايا العجينه رغم ان هي اصلا خفيفه. وجبت كمان تيب البيتي اللي هو رقمه 360، النجمه بتكون مفتوحه شويه او اسنانه بتكون مفتوحه شويه. في كمان بلبله تانية اسنانها بتكون متنيه شويه لجوه بالشكل ده. طبعا انا بستخدم الكبيره دي، بتطلع البيتي معايا شكلها حلو جدا. في كمان النجمه اللي هي المقفوله او المعكوفه دي شويه برضو، هسيب لكم ان شاء الله صورهم كامله في الكومنتات. بقى الصجان او الصواني اللي انا هصب فيها البيتي بتاعي تكون من غير اي ماده دهنيه خالص، يعني ما تكونش مدهونه. بنكتفي بكميه الدهون اللي في الحاجه بتاعتنا سواء في الكحك والبسكوت او في كل شغل النواعم. ببدا ان انا اصب البيتي ومش بخليها كبيره قوي عشان هي برضو بتريح سيبنا في الفرن، فلازم نخليها كده تكون يعني نضغط الضغطه ونخليها عاليه شويه مش مفروده قوي معانا عشان تطلع في الاخر شكلها مثالي. خلصت عندي كل الصجان، مليت كل الصجان اللي عندي وبشتغل على طول. بدخل على درجه حراره 200 على الشبكه في النص لحد ما يبدا ان هو يلون معايا من تحت. طبعا انا عندي مروحه في الفرن فبشغلها عشان كده بياخد اللون الحلو ده. تمام. بعد الخبز على طول بطلعه كده وهو سخن في الصاج، لازم احركه عشان لو سبته لما يبرد في الصاج هيلزق معايا وهيتكسر مني لما اجي اشيله بعد لما يبرد. فنحركه على طول وهو ساخن في الصاج. هسيبهم على جنب. ودلوقتي بقى باقي كميه العجين اللي عندي حبيت اعملها بالشوكولاته، فضفت لها كده معلقتين من الكاكاو الخام ويكون منخول، وقلبتهم تقلبتين. وهبدا ان انا اشكل برده في الصجان وهخبز على نفس درجه الحراره بالظبط اللي هي 200 او 220 على الشبكه في النص لحد كده ما احس ان البيتي تماسكت معايا وشدت معايا. بخرجها على طول. البيتي عندنا مش بياخد وقت خالص في الخبز، يعني بالكتير قوي ممكن يكون ربع ساعه. الصاج بياخد في الفرن تقريبا ربع ساعه. بخرجه بقى واسيبه لما يبرد خالص. دلوقتي بقى هبدا ازين. طبعا انا عندي هنا مكسرات مفرومه على حسب المتاح عندك، ممكن نستغنى عنها خالص. انا هنا عندي فستق وبندق مفرومين او مجروشين ناعم قوي. عندي كمان شوكولاته انا مسيحاها على حمام مائي، خدت كده شويه من الشوكولاته كويسين. طبعا مش هقول لكم مقدار معين لان البيتي خد معايا شويه حلوين قوي. سيحتها على حمام مائي كده على حله فيها ميه سخنه بتغلي.
بعد كده ضفت لها معلقتين من الزيت وقلبتها وبقت عندي بالقوام ده. ببدا ان انا اخد البيتيفور كده كل اتنين مع بعض، بشبكهم او بلزقهم مع بعض كده بالشوكولاته. ممكن طبعا نلزقهم بالمربى على حسب ما احنا عاوزين، بس انا بحب الزقه بالشوكولاته. زينها بالشكل دوت. طبعا الطريقه موضحه قدامكم، لو حابين ننزلها كلها كده في الشوكولاته وبنحط عليها من فوق مكسرات بتطلع احلى. بس طبعا زينا على حسب امكانياتك. ممكن نغطسها بس في الشوكولاته كده من غير اي مكسرات خالص، بصراحه بتطلع تحفه. دي برضو عجينه الشوكولاته بعد ما زينتها. جربوا الوصفه وحقيقي مش هتندموا ومش هتعتمدوا غيرها بعد كده، لان حقيقي بجد البيتيفوريه تحفه. ما تنسوش بقى لو سمحتوا بقى لايك وشير، او ما تبخلوش باللايك والشير عليا، لان طبعا الفيديوهات دي متعوب عليها جدا. واشوفكم ان شاء الله على خير في باقي الوصفات.